ناس كتير جدا دخلت سألتنا في الفترة الأخيرة ايه أنسب كورس انجليش ممكن ياخده عشان يحقق له أهدافه في اللغة، وبيكون عنده زي كونفيوجن كده ازاي يحدد الكورس المناسب للمرحلة اللي هو فيها دي. بدل ما اقول لك روح خد الكورس ده او الكورس ده، انا قررت اعمل الفيديو ده عشان يكون مرجع لأي حد يسمعه ان هو يحدد الكورس اللي هو هياخده بنفسه بناء على اللي احنا هنقوله في الفيديو. في البداية محتاجين نعرف المهارات الرئيسية في اللغة اصلا. احنا عندنا 4 مهارات رئيسية، هي تحدث واستماع وقراءة وكتابة، وعندنا 3 مهارات تانيين مهمين جدا ممكن نقول عليهم المهارات الفرعية، لكن لا يقل أهمية عن المهارات الأساسية، وهو الفوكابس والجرامر والبرونانسيشن، الكلمات والقواعد والنطق. لو جمعنا ال7 مهارات دول على بعض زي ما هيظهروا لك على الشاشة كده، وانت عايز تطور كل المهارات دي او حتى تشيل مهارة واحدة بس منهم زي الكتابة مثلا وتشتغل على كل المهارات دي في نفس التوقيت، فأنسب كورس ممكن تاخده هو الجنرال انجليش. ليه هو اسمه جنرال انجليش؟ كورس عام بيشتغل على كل المهارات في نفس الوقت، وكمان ده الكورس الوحيد اللي تقدر تبدأه من الصفر. باقي الكورسات بتاعت الانجليش اسمها كاستمايزد. يعني ايه كاستمايزد؟ يعني متفصلة على احتياجك انت. على سبيل المثال انت واحد عندك كلمات كتير في ذهنك وعندك معرفة بقواعد كتير في اللغة، لكن مش عارف توظف المعلومات دي في صورة منتج نهائي، وهو انك تخرج اللغة وتتكلمها. في الحالة دي انت بتكون محتاج تتكلم كتير جدا وتسمع كتير جدا. بيكون كورس الكونفرسيشنال هو انسب كورس للمرحلة دي، ان انت تتكلم اكبر وقت ممكن وتلاقي مدرب بيصحح لك كل اخطائك وبيعرفك ايه المشاكل اللي عندك في اللغة وتبدأ تصححها معاه. ده كده كان تاني كورس. بعدين الكورس الثالث هو بيشتغل على مهارة واحدة من ال7 مهارات دول. لو انت بتتكلم اللغة اصلا وعندك كلمات وعندك قواعد، بالفعل بتتكلم اللغة بس بتنطق كلمات كتيرة غلط وعندك مشاكل كتيرة في النطق، في الحالة دي بتاخد كورس هو مش بيخليك تتكلم ولا بيخليك تتعلم كلمات ولا جرامر ولا اي حاجة، هو بيركز لك فقط على النطق بحيث ان هو ياخده لأعلى مكان ممكن. ده اسمه كورس الفونكس. اخر كورس معانا ممكن نتكلم عنه النهاردة هو مخصص لاصحاب البيزنس وللناس اللي شغالة في شركات مالتي ناشونال. الكورس ده هو كورس البيزنس انجلش. بنركز فيه على المهارات اللي ليها علاقة بالبيزنس عموما والعمل في الشركات، زي مثلا ازاي تعمل ميتنج، ازاي تعمل برزنتيشن ناجح وقوي، ازاي تعدي جوب انترفيو، ازاي لو انت بتبيع يكون عندك نيجوشيشن سكيلز، مهارات تفاوض. كل ما له علاقة بالبيزنس بندرسه في كورس البيزنس. اخر معلومة عايزك تعرفها، ال3 كورسات اللي انا ذكرتهم في الاخر دول، الكونفرسيشنال والبيزنس والفونكس، ما ينفعش تاخدهم وانت لسه بتبتدي من الصفر وعايز تتأسس. فلو انت بتبدأ من الصفر بتبدأ بكورس الجنرال. كورس الكونفرسيشنال يفضل تبدأه من مستوى A2 at least على الأقل، وكورس بيزنس يفضل تبدأه من مستوى B1 at least، وكورس الفونكس ممكن من A2 برضو. دي كانت كل حاجة أنا محتاجك تعرفها عن كورسات الإنجليش المختلفة اللي أنت بتسمع عنها كتير ومش عارف إيه الفرق ما بينها، وأنا متأكد دلوقتي بإذن الله إنك قادر تحدد إيه أنسب وأنفع كورس ممكن تبدأ بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع كل أصحابكم وتدعموا قناتنا بسبسكريبشن، ولو بتتابعنا من على الفيسبوك تعمل فولو للبيج بتاعتنا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.